انا النهارده كنت مغربي الهوى. النهارده يا حضرات انا حضرت حوالي 80 دقيقه من ماتش المغرب وبلجيكا. انت مالكش في الكوره، وممكن تكون مش مهتم بيها، حقك. بس لو شفت المغرب النهارده بتلعب حاجه تشرف. عاده الفرق العربيه بتفوز بخطه نهجم نرجع على طول بتاع مساعد الجص، يعني ال 11 واحد ورا، ال 11 واحد يطلعوا، ال 11 واحد يرجعوا، وفي 36 واحد قاعدين على الخط مستنيين احتياطي. والجون عندنا عاده بيشيل النيله في الماتشات اللي زي دي. النهارده بتفرج على المغرب، لا 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 لا. ايه ده؟ ايه المستوى العالمي اللي كان عليه الفريق المغرب ده؟ وجا جون وانا كتبت على تويتر هي جون اتلغى. فوز مهم جدا حققه المنتخب المغربي على بلجيكا بهدفين دون رد عشان يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم بأداء ولا أروع ولا أروع. وده الفوز الثاني للمنتخبات العربية بعد فوز السعودية على الأرجنتين. أسود الأطلس بصراحة عملوها النهاردة. أسود الأطلس يزأرون 2-0 على بلجيكا. بلجيكا دي هي المصنف مثلا رقم 2 على العالم في كرة القدم تقريبا يعني. بلجيكا دي حضرات فريق مش سهل، ده فريق لوكاكو وفريق هازارد والحارس بتاعه حارس عالمي وغلس، فريق غلس يعني رخم قوي. النهارده المغرب علمتهم ازاي تلعب كرة القدم. مش علمتهم هم بس، المغرب علمت العالم النهارده دي لعبة كرة القدم. متعة، اصرار، قوة، التحام وفن بجد. وده كان المشهد بتاعهم بعد ما سجلوا الجون الثاني اللي ولا احلى ولا اروع. ده او دي صور من فرحتهم، ما اعرفش بالهدف الاول ولا الثاني. ده الهدف الثاني شفته، ده الهدف الثاني ولا اروع، وده الهدف الاول ولا اروع ولا اروع. النهارده كنت انا ومالك ابني بنشجع المغرب بقوه، والنهارده اتنططنا في الهدف الاول. انا حضرت الهدف الاول بس، وبعدين رحت يعني عملت حاجات ورجعت لقيت الجون الثاني جه. مفيش مشجع كوره حيادي، اسمع كلامي. لا اللي بيشجع الزمالك حيادي، ولا اللي بيشجع الاهلي حيادي، ولا اللي بيشجع منتخب بلاده حيادي، وده حقه. انت بتشجع المغرب لانك عربي، بس النهارده لو عندك جزء من الانصاف ولو قد كده هتعرف ان المغرب علمت العالم ان في فرقه جايه اسمها المغرب. خافوا بقى وخبوا عيالكم منهم لانهم فريق على اعلى مستوى. انا بعترف انا بشجع الاهلي ومش حيادي، عايز الاهلي يغلب طول الوقت. وبعد دراسه كبيره جدا في كره القدم لا يوجد مشجع حيادي. كل واحد بيحب فرقته، وخسرانه كسبانه وعايزه وحشه حلوه المهم فوزنا. بس النهارده انا ما كنتش مغربي بس، انا كنت مغربي وفخور. انا بتفرج على المغرب كسحت بلجيكا، علمتها يعني ايه كره القدم. ده في واحد شاب جناح ايسر اسمه بوفال تقريبا. يا خرابي على الشاب ده، حاجه جامده جدا. كمان التغييرات اللي اتعملت في المغرب، شباب انا اول مره اسمع الاسماء دي، بس اتفرج عملوا ايه في الكوره. ده براي النقاد والصحفيين. المغرب مش بس فازت، انما كمان قدرت تقدم عرض كوره، مستوى كوره عالمي وتكتيكي. بالانجليزي اهو خليل بلشوي بيقول اسود حكايتها في الملعب تتستر. رجال جاءوا من المغرب تسيدوا ثقه بابطال الاطلس، وتيقنوا ان الرجال باحلامهم لا يفرطوا. هؤلاء هم رجال اسود الاطلس، رفعتم رؤوسنا فخورين بكم يا ابطال. فرحتونا، ومتفائل انكم ستفعلوا الكثير في هذا المونديال ان شاء الله. هم بقوا وهابيين، هم كلهم بيسجدوا ما شاء الله. حفيظ دراجي المعلق المشهور، مباراة كبيرة وفوز كبير ومستحق على المنتخب. ده استاذ حفيظ، عايز اقول لك المعلق كان يجي له سكتة قلبية، ربنا يشفيه يعني، ربنا معايا، انا مش قصدي من فرحة، مش مصدق. الجرايد كلها المنتخب البلجيكي فيه كيفن دي بروين، ولا ده واد لعيب قوي. بص الجرايد بتقول عنه ايه، هات اللي بعد حفيظ دراجي.
مع احترامنا للاستاذ حفيظ انا بحبه. محمد هنيدي قال لك مبروك اسود المغرب، اداء قتالي رهيب ومستوى رائع. الف مبروك للمغرب ولكل العرب، شرفتونا يا رجاله. دي حقيقه، دي حقيقه اهو. كيفن دي بروين اهو، ده بقى قال لك احنا ملناش فرصه اصلا، ملناش فرصه، ان احنا دقه قديمه. بص ده لاعب في الدوري الانجليزي، لاعب خطير، بيقول لك احنا منهجنا قديم. وخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي السنه دي. بيقول لك احنا منهجنا قديم في الكوره. هو اكتشف ازاي؟ من المغرب، من المغرب. لكن اللقطه الابرز، هو في لقطات كتير قوي بصراحه. انا شخصيا اكتر حد اثر فيا مش اللعيبه، طبعا مستواهم خرافي، بس جمهور المغرب. عارفين جمهور المغرب اخذ طيارات من المغرب وتقريبا ما نامش، ودخلوا الاستاد قلبوا الدنيا، قلبوا الدنيا طول 90 دقيقه. بص هتاف طول 90 دقيقه، مجانين. الجمهور المغربي النهارده في الملعب كان اللاعب رقم 12، كان لاعب مهم جدا. لكن من اللقطات البارزه جدا في الماتش ده يا حضرات، هي لقطه اللاعب اشرف حكيمي لما بعد الماتش باس راس والدته. اللقطه دي